ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند احمد على قناه حياتك احلى من هند احمد. هعمل معاكم النهارده الموغات بطريقه صحيه وطعم اكتر من الرائع. من النهارده ان شاء الله هتعملي الموغات وهتستمتعي بيه تمام من غير زياده في الوزن. ركزي معايا كده في التفاصيل ومش معايا خطوه بخطوه. اول حاجه هنحتاج معلقتين صغيرين مليانين من الموغات. دي الكوبايه اللي انا هشتغل بيها، كوبايه وسط تمام. انا عايزه الموغات بتاعي ما بين الخفيف والتقيل. لو انت عايزه الموغات بتاعك اتقل من كده هتستخدمي 3 معالق صغيرين مليانين من الموغات تمام. لبن خالي الدسم. لو عايز تستخدمي لبن كامل الدسم مفيش مشكله. لو انت هتستخدمي لبن بودره يبقى على الكوبايه دي هتقيسي عليها 3 معالق صغيرين مليانين من لبن بودره وتدوبيهم خلاص قبل ما ترفعيهم على النار. من 3 ل 4 نقط فانيليا سايله. معلقتين صغيرين من عسل النحل تمام. ودي الكنكه اللي انا هشتغل بيها. انا بريك كده زي ما انتم شايفين كده خلاص ربع كوبايه لبن تمام. في ناس يا جماعه بتعمله كله باللبن وفي ناس بتعمله كله بالميه. لا انا حامله ربع كوبايه لبن زي ما انتم شايفين كده تمام. وهكمل باقي الكميه ميه. انا مليت زي ما انتم شايفين كده ربع كوبايه لبن تمام. هزودها ايه بالميه. برده مش بنقلل للاخر لان اللبن بيفور. بس يا دوبك كده ايه لازم اسيب ايه مسافه كده لان اللبن بيفور. زي ما انا قلت لكم في ناس بتعمله كله باللبن وفي ناس بتعمله كله بالميه. انا بقى احط يا دوبك ربع كوبايه لبن تمام وبكمل الباقي ايه ميه. والطريقه دي الصراحه بتبقى طعمها ايه حلو جدا. هحط بقى ايه اللبن والميه في الكنكه زي ما انتم شايفين كده تمام. وهحط من 3 ل 4 نقط فانيليا سايله. ادي 1 2 3 4. وهحط معلقتين صغيرين من الموغات مليانين. لو انا عايزه الموغات بتاعي ما بين القوام الخفيف والتقيل. لو انت عايزاه اتقل من كده هتستخدمي على الكوبايه دي 3 معالق صغيرين مليانين من الموغات. حطيت معلقتين صغيرين من عسل النحل وهقلب كله مع بعض زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه قبل ما ارفعه على النار لازم اقلب كل المكونات كده على البارد زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى ايه ارفعه على النار. مهم قوي انك تقلبي كل المكونات على البارد عشان الايه الموغات ما يكلكعش منك. كده خلاص اهو زي ما انتم شايفين دوت كل المكونات ورفعته على النار. اقلب 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 كده لحد لما ايه يتقل معايا ويفور كده زي ما انتم شايفين كده معايا. بصوا ده القوام اللي انا عايزاه تقيل وابتدى بقى يغلي. هطفي عليه بقى ايه واقدمه. بصوا اهو ابتدى يغلي كده زي ما انتم شايفين. القوام بتاعه ايه ما بين التقيل والخفيف زي ما انتم شايفين كده. هطفي عليه واقدمه. هطفي عليه بسرعه. اقدم بقى المغرب بتاعي في نفس الكوبايه اللي انا ايه ده شكله بعد التقديم. القوام بتاعه يا جماعه ما بين الخفيف والتقيل. لو انت عايزاه اتقل من كده هتحطي عليه 3 معالق صغيرين مليانين من ايه المواد. بعد التقديم حطيت عليه جوز هند. عايز تحطي عليه مكسرات مفيش مشكله زي ما تحبي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. معمول بطريقه صحيه وطعمه روعه. جميل جدا 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 جدا. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الوصفه لايك واشتراك في القناه وريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.